السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة اكلة جميلة جدا جدا جدا، انا بحبها يعني فوق ما تتخيلوا. بس انا جوزي مش بياكلها فمش بعملها على طول، ودايما بقعد اتحايل على ماما علشان تعملها لي لكن ما بترضاش. بتقولي يعني انتي معزومة عندي فما ينفعش اعمل لك كرنبيت. الكرنبيت ده بيبقى وردة كده زي ما انتوا شفتوا في الأول خالص. أنا بس جبتها وسبتها عندي كام يوم فلونها من فوق ابتدى يغير سنة. بس ما باظتش يعني عملتها وأكلته. بنقطعه كده زي ما انتوا شايفين. القرص الكبير بنقطعه قطع يعني مش صغيرة قوي، بيبقى متوسطة. وبحط مية على النار بسيبها لحد ما بتغلي، بحط فيها شوية ملح، وبعدين باسقّط قطع الكرنبيط، باخلّي العود اللي تحت ده يعني الجزء اللي تحت بتاعها العروق بيكون هو اللي ساقط في المَيّة تحت أكتر من اللي فوق، لإن اللي فوق ده مش بياخد وقت في التسوية خالص. لكن هو الجزء اللي تحت اللي بيبقى المفروض إن إحنا نسويه كويس. المهم حطيتها في المَيّة لمدة ربع ساعة تقريبًا. باحط كده المسحوقة على الجزء اللي تحت لقيته ابتدى يطرى فرُحت مطلّعاه. استخدمت هنا فلفل أسمر، كمون، ملح، وشطة. الشطة عندي أنا مش مطحونة، فلفل مجفف، و3 بيضات، وزبداية، وطماطماية. هاجيب الكبة وهانزل بكل المكونات دي فيها، أضربهم مع بعض، وكمان نُص كوباية لبن. بُصّوا هو الخضرة بيحتاج خضرة، مفروض إن هو بيتحط عليه بقدونس، لكن أنا آمم يعني مش بانزل السوق وكده فباطلب الحاجة بتاعتي، فجالي كزبرة، فحطيت حبّة صغنّنين خالص، والباقي حطيته من تحت، يعني ما حطيتهوش جوّه الكرنبيت، لكن هو المفروض بيتحط عليه يعني نُص حزمة بقدونس كده بعد ما بتخلّصي خالص، طبعًا مش بتحطيها في الخلاط. أنا هنا حطيت الطماطم كمان بتخلّي لونه زي ما أنتم شفتوه كده في أول الفيديو محمِر شوية. وطبعًا الشطة اختياري، عايزة تحطي حطي، مش عايزة تحطي خلاص. بالنسبة للزبادي واللبن بيدّوا له طراوة. ده من الأكلات الشعبية المصرية اللي بيتقلى وبيبقى بيحمي على الصدر وكده. لكن الزبادي واللبن بيخففوا الموضوع ده خالص، خالص. ضربت الخليط وحطيت تقريبًا كوباية دقيق أو كوباية لحاجات بسيطة، ونزلت عليهم بالخليط اللي أنا ضربته في الخلاط. وهنا حطيت الخضرة اللي هي كانت كرفس، المفروض إن هو بيتحط عليه كمية أكبر من كده شوية. لكن زي ما قُلت لكم ما كانش بقدونس. الحتة بقى القطعة الكبيرة اللي أنتِ سلقتيها دي بتقطّعيها لقطع صغيّرة، وكل ما كان قطع أصغر يعني صغيّرة كده حجمها صغيّر، كل أمّا كانت في القليّة بيبقى طعمها أحلى، وبيبقى من جوّه مستوية كويس، يعني مش بتاكلي بقى عجين فبيبقى الcover بتاعها بيبقى حلو. كمان أنا نسيت أقول لكم حطيت رشة كربوناتو صغيّرة أوي. رشة الكربوناتو دي بتخلّيه بعد ما بيتقلي بيبقى من جوّه هَش كده وخفيف ما بيبقاش مكتوم. المهم حطيته في الخليط، وبعدين طلّعته حطيت زيت على النار وسِبته لحد أمّا قدح كويس، ورُحت قالياه. طبعًا دي الطريقة الأصلية بتاعة الكرنبيت، اللي هي بتاعة ماما وجدتي وبتاعة كل الناس بتاعة زمان، من غير أي افتكاسات ومن غير أي تغييرات. دي الطريقة الأصلية الأساسية بتاعته، اللي كل البيوت المصرية بيعملوها من زمان، وطعمها خرافي، خرافي، خرافي. لكن بقى الافتكاسات الجديدة بيحطّوا ما أعرفش إيه وبيعملوا إيه، يعني ما أعرفهاش، هي دي الطريقة الأساسية، جرّبوها وهتعجبكم جدًا. وده كان شكل الكرنبيط بعد ما اتقلى. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله نتقابل في وصفة جديدة، مع السلامة.